اوعى تشحن فريون عربيتك قبل ما تعرف المعلومه دي. قلت له شحنه ايه يا محرم اللي ب 5000 جنيه؟ ناس قالت ان انا نصاب رغم ان انا ما ببيعلكش. تعالى بقى افهمك عشان بعد كده برضو مش هتقيم، بس هفهمك. يعني العربيه دي نيسان جوك مواصفاتها 1 2 3 4 واي اف. تفتكر ممكن تشحن بال 134 العادي؟ لا ما تشحنش، ولا ينفع تشحن بالجهاز العادي، لان هي محتاجه الجهاز المخصص لل 1 2 3 4 واي اف. باختصار بسيط، دوره التكييف بتاعه العربيه دي بالكامل من كومبريسور وسربنتينا وثلاجه داخليه متصممه على انها بتستخدم ال 1 2 3 4 واي اف. ينفع بقى استخدم لها 134 اللي هو الفريون العادي؟ لا ما ينفعش تستخدمه لها، لان ده ممكن يوصلك ان انت تطير الكباس، غير ان زيت الفريون بتاع ال 1 2 3 4 مختلف عن بتاع ال 134. طب واللي قال لي ان الاسطوانه كلها ثمنها 6000 جنيه، معلومتك فيها شيء من الصح، بس ده لل 134 ايه النظام القديم، وكمان السعر ده اقل خامه موجوده في السوق. طب والنيسان الجوك وغيرها عربيات كتير جدا موديلها فوق ال 2017 ليها فريون مخصص اغلب اضعاف كتير جدا من ال 134 ايه، وكمان ليها جهاز مخصص عشان الكاليبرز دي مش تركب عليها، اغلى بكتير من الجهاز العادي زي اللي انا وريته لكم في فيديو السمكره. فقبل ما تتفلسف اسال وافهم من محرم، اكيد هتستفيد.